ناس كتير بتبقى حابة تعرف لو جابت ولادها هنا كندا سواء ولاد أو بنات هل فعلا بيتأثروا بالظروف المحيطة اللي حواليهم ولا لأ. يعني من خلال تجربتي الشخصية أقدر أقول لك إن أهم 3 مميزات بشوفها في الولاد اللي بيتربوا في كندا، مميزات ممكن ما كنتش بشوفهم بسهولة في البلاد بتاعتنا. هبدأ بأول حاجة وهي يمكن إن الولاد هنا ما بيكونوش بتوع مظاهر إطلاقا. عارف طبعا الناس هتقول لي اصل عندنا ما عندناش بتوع المظاهر وحاجات زي كده، لكن انا عايز افهمك بس الموضوع بيبقى عباره عن ايه. طبعا هنا كل حاجه متاحه قدامهم، وخلينا نتكلم عن المظاهر الماديه بشكل عام. يعني فكره ان انت يكون معاك في الفصل حد، ابن حد مسؤول، ابن حد غني اغنى من ولادك، ابن مش عارف حد بيجيب لولاده حاجات معينه ما بيجيبهاش لاولادك. ولاد بتتربى هنا في بيئه ان كل الناس ايكوال ومش كلام، يعني انت فعليا انت ابن واحد ملياردير موجود معاك في المدرسه، نفس مش ملياردير يعني لو ابن واحد غني جدا جدا معاه هيكون موجود معاك في نفس المدرسه البابليك، في نفس الوقت بياكل نفس الاكل اللي انت بتاكل منه، بتلاقي لابس نفس اللبس، كل حاجه شبه بعض. فالعيال بتكبر عارفه ان احنا كلنا شبه بعض، فدي نقطه مهمه جدا اقدر اقول لك عليها. دي بتكبر الولد، ما تخليش عنده المشاكل اللي هي بتبقى موجوده عندنا، اللي انا فلان احسن مني فتبدا حته الغيره، طب اهلي ما بيعملوليش. لا هنا انت ما فيش اي حاجه من الحاجات دي. فتقيس الموضوع ده في الاكل، في اللبس. يعني الولاد عندنا هنا مثلا ولاد، عندي عمر ابني مثلا او الولاد عامه، عايز اجيب لهم هدوم، لا احنا عندنا هدوم كويسه، مش عايزين. مفيش حاجه بتدفعهم ان هم يحاولوا يعملوا حاجه عشان يرضوا الاخرين. تاني حاجه برضو اللي اقدر اقول لك عليها ان الولاد ما بتبقاش ستريس زي ما هم احنا كنا متربيين وستريس. انا من لما تسالني من وانا صغير عايز تبقى ايه، من وانا تقريبا وانا عندي 5 سنين، عايز تبقى ايه؟ عايز ابقى دكتور في الجامعه زي بابا. ف الحمد لله حققت الموضوع. بس احنا كلنا في بلادنا في مصر في كل حته انت طالع مضطر، مش مضطر، انت طالع في عندك رول موديل. الرول موديل ده انت عايز تعمل زيه بالظبط. هم ما عندهمش الاستريس ده. مش معنى كده ان انت الاب والام ما بيبقاش رول موديل، لكن ودي برضو نقطه مهمه، هو انت ما بتبقاش الرول موديل مليون في المية زي ما ابهاتنا كانوا الرول موديل بالنسبه لنا. فدي ممكن الناس تشوفها برضو حته مش ايجابيه، لكن بس بفهمك الايجابيه بتاعه الموضوع، ان انت ما انتش مضطر تعمل حاجه انت مش عايز تعملها. يعني ناس كتير جدا، اسالهم ناس كتير بالذات المهندسين، هتلاقي مهندسين كتير جدا بقى مهندس ليه؟ عشان بابايا مهندس، او عشان المجتمع مهندس، او عشان بنت خالتي مهندسه، او ابن عمي مهندس او دكتور، ونفس الحاجات. فهنا انت ما بتبقاش مضطر خالص، فبتحس ان الحياه هنا ستريس فري بالنسبه للولاد، فما بيطلعش عندهم العقد. مش قصدي حاجه وحشه والله، ما بيطلعش عندهم الستريس اللي احنا متربيين عليه، ان انت لازم تحقق وتعمل وتسوي. ورغم ان دي حاجه انا بشوفها ما هياش احسن حاجه، انا الواحد على طول عنده يعني جول اورينتد اكتر، عايز يحقق اهداف، هم ما عندهمش الحته دي. بس في نفس الوقت انا اقدر اقول يعني ممكن تكون دي حاجه ايجابيه احنا ما تعرضنا لهاش، هنشوفها خلال الايام الجايه هتعمل معاهم ايه، نشوف ان شاء الله لما يخلص هيعمل ايه في حياته. ونيجي للنقطة الأخيرة والمهمة جدا، وهي النقطة بتاعة الدين. طبعا دي نقطة أكتر حاجة الناس بتخاف منها، وإن الولاد فعلا تضيع وحاجات زي كده. لكن خليني أقول لك إن يعني مش هقدر اقول لك انا ما كنتش كده، انا كنت كده الحمد لله لحد كبير. كنت شويه في المدرسه بتاعتي، كانت مدرسه اسلاميه في مصر حتى، كان ليا اصحاب من حتت كتير، ونحفظ قران في الصيف على طول، حاجات زي كده. بس مش بشوف ده على طول، يعني ما بقتش لما كبرت، حتى ولادي لما كبروا ما بقتش بنفس المرحله دي. هنا بقى لما جينا كندا الموضوع اختلف شويتين، يعني بقى فكره الارتباط بالمسجد بقى اكثر يعني صلابه مما كانت ايام مصر بالنسبه للولاد. يعني على سبيل المثال الولاد ليهم صحابهم بتوع المدارس، ليهم صحابهم في اماكن مختلفه كتير، في الجيران والحاجات زي كده. لكن موضوع المسجد ده الحمد لله يمكن في فانكوفر هنا في كذا مساجد كبيره جدا، ممكن بتعمل على طول دروس للولاد، حاجات قران للولاد، يعني على طول حلوه جدا جدا. ومش بكلمك هنا على مجرد الحته الترابط، حته دينيه، يعني أنا كده كده عندي ولاد صغيرين الحمد لله بيروح مدرسه اصلا اسلاميه، فمش هي دي الكونسيرن. انت الفكره بتاعتك ان انت عايز تربي ولادك ودينا كوميونتي، ان هم يعرفوا ان هم مش لوحدهم. يعني الحمد لله مثلا على سبيل المثال عمر واصحابه مثلا، تلاقي مثلا 40 طفل ولا 40 شاب مثلا نفس السن، عارفين بيروحوا المسجد مثلا في ميعاد معين في الاسبوع، بيحضروا مثلا درس مثلا عن حاجه معينه ليها علاقه بالاخلاق، مثلا حاجه ليها علاقه بحاجات مختلفه. بتطور عندهم بتطور عندهم فكره ان احنا اولا مسلمين، تاني حاجه مصريين،
عرب لينا community، مش لازم الولد يحس إن هو مالوش صحاب غير صحابه بتوع المدرسة، لأن على فكرة صحاب المدرسة طبعًا حاجة كويسة وكل حاجة، إن هو ينخرط في المجتمع طبعًا، ودي إحنا مش جايين نجيب ولادنا إن إحنا نعزلهم، لكن فكرة إن أنت حد يشاركك الثقافة بتاعتك، أنا شايف إن دي حاجة مهمة جدًا، وده اللي أنا صراحة باشوفه بشكل كبير حاليًا في فانكوفر دلوقتي. في مساجد كتير الولاد بيروحوها سواء صغيرين أو كبار في كل المستويات، تقدر إن أنت تعمل كده. وأعتقد نفس الكلام برضه في الكنايس، أكيد برضه الcommunity المسيحي عندنا هو community أصلًا مسيحي، بس الcommunity المسيحي اللي هو المصريين صحابنا هتلاقي عندهم برضه الcommunities بتاعتهم والكنايس بتاعتهم، فبرضه حاول إن أنت على طول تدمج ولادك في حاجة زي دي. فقصدي إن الحتة دي بتكون عندهم أكبر شويتين. الموضوع ده يمكن أكتر تحسه رايح شوية تجاه الولاد، فيديوهات تانية هاكلمكم شوية على البنات، وإزاي ممكن حاجات زي إيه المميزات بالنسبة لتربية البنات برضه هنا في كندا، لكن بشكل كبير نصيحة حاول إن أنت تخليك مع ولادك، وحاول إن أنت keep إن أنت involved في community بشكل كبير، عشان ده بيفرق معاك بشكل كبير. اكتبوا لي في الكومنتس الناس اللي بقالها كتير هنا في كندا شايفين الأمور عاملة إزاي، إيه النصايح اللي أنتوا تقدروا توجهوها للناس في الكومنتس هنا. ولو أنت جاي جديد اكتب لنا في الكومنتس إيه أكتر حاجة بتخوفك، وإن شاء الله نتكلم عليها في فيديو تاني جديد. شكرا لمتابعتكم. ما تنساش لو وصلت لغايه دلوقتي ابقى شاكر جدا لو عملت لنا متابعه للصفحه وعملت لايك وشير للفيديو مع اصحابك، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.